أحسن عليكم. هذا يقول: هل يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ لا، قلنا يا إخوة إن الرمل إنما يشرع في الطواف الأول، في الطواف الأول الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة، والرمل إنما هو في الأشواط الثلاثة الأول. فمن لم يستطع أن يرمل في الشوط الأول واستطاع في الثاني والثالث فإنه يرمل، ولا يرمل في الرابع قضاء، لأنه لو رمل في الرابع يكون خالف السنة، لأن السنة أن يكون الرابع مشيا. وإذا مثلا استطاع أن يرمل الشوط الثالث فقط فإنه يرمل الشوط الثالث فقط، ولا يرمل الرابع والخامس، وهذا خاص بالطواف الأول. أما الإفاضة فلا رمل فيها، مشي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. طواف الوداع لا رمل فيه، مشي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. لعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.